مسلك الرومانسيات الصوفية مسلك لا يقتصر على هذه الأمة، موجود أصلا، هو مسلك، هو فخ وشراك من فخوخ إبليس وإخوانه المناحيس الموجود في ما يسمى بالأديان الأخرى، بالمذاهب الأخرى، بالحضارات المختلفة. تجده نعم في بيئة هو أكثر من بيئة، يعني بالبيئة الشرقية أكثر منه بالبيئة الغربية، وهي لها عوامل، بالأخير حضارة هندية وحضارة فارسية تذكي هذا النفس، هاي الرومانسيات الصوفية. لكنه هاي الرومانسيات تدغدغ المشاعر، ترسم لك صورة عن الخالق موهومة مخترعة مبتدعة، تجعلك تنشئ علاقة سلسة، مو علاقتنا نسبتنا بالخالق، علاقة المولى والعبد، السيد والعبد، المالك والمملوك، فيها تكاليف، والتكاليف من الكلفة ثقيلة على مزاج هوى الإنسان. الرومانسيات الصوفية ترسم لك صورة عن إله هو بالواقع كأنه إنسان بشر مثلك مثله، تزوج تجمل تجمل وتزويق بشري، تقوم أنت تتعامل وياه بهواك، ماكو داعي لا تشغل العقل ولا اكو داعي للكلفة والتكليف، لا، رومانسيات. تقدر تخلي شوية رومانتيك، شوية موسيقى كلاسيكية وتعبد الله، تقدر تغني، وبعضهم كان يقضي، وصل به الأمر إلى ها هنا. هي بالبداية يقول لك أذكار وما أذكار، بعدين توصل إلى أنه يتخذ مغنية عامة الليل إلى مطلع الفجر. ايش تسوي؟ دا أعبد الله، والله خوش عباد حلوة. ولذا وإلى يوم الناس هذا بعض الفرق تصل في نهاية المطاف في مجالس ذكرها إلى احتساء الخمر. هسه طبيعي صاحب الفخ ما راح يقول لك من أول الطريق أنت المتدين تعال نعبد الله وبيدك المنكر، معاذ الله. هو شوي شوي يستزل، يستنزل، يستفز، تجي درجة درجة، بعدين تصير من أصحاب السر. وما أريد أفصل قضية المخبتين شلون تحصل على الإخبات، فواحش، توصل القضية بالفواحش على أساس يتعشق الله. ما أريد أذكر أنه بتعشق غلمان يقولوا لك توصل إلى ماذا؟ إلى إدراك طرف وتلمذ حلاوة حب الله وجمال الله. ولتعرفنهم في لحن القول كلش خطرة على شبابنا، والأخطر على فتياتنا. أحبتي، الفتاة رهيفة المشاعر، رقيقة الأحاسيس، شوية كلام، وفتياتنا خيرات دينات، شبابنا حبابين، يردون الله، يردون التميز بالعلاقة مع الله سبحانه وتعالى، لكن وين يوصلوهم؟ علمها عند ربي شيئا فشيئا، فيصير خليط من العواطف والشهوات يمتزج بعضها ببعض ليدلس على فتياتنا وعلى شبابنا أن هذا هو السبيل التميز إلى الله سبحانه وتعالى. تعالوا هالشكل توصلون إلى علاقة مميزة. ما أريد أفصل، أنا بعد يعني أربأ بنفسي من على هذا المنبر الشريف، منبر سيد الشهداء، إلا هذه يعني إشارات وتنبيهات، وإلا تفاصيل ما أريد أقول. فبعيدا عن تلك الرومانسيات الصوفية والتي تتخذ أقنعة مختلفة،